عمرك سألت نفسك ليه المشكلة اللي حلتها من أسبوع رجعت تتكرر تاني النهاردة؟ ما يمكن تكون ما حلتش المشكلة الرئيسية أصلا. في حاجة اسمها ايسبرج موديل. لو فاكرين تايتانيك لما المركب خبطت في الطرف التلج اللي كان ظاهر على السطح وعدت من جنبه، ساعتها الكابتن افتكر إن بسيطة ما حصلش حاجة، عشان ما كانش يعرف حجم الجبل الحقيقي اللي مستخبي تحت المية، وده السبب اللي خلى السفينة تغرق. تعالى بقى أقولك إيه علاقة ده بحياتك ومشاكلك أنت. لما يظهر عندك مشكلة لازم تشوف الايسبرج موديل بتاعها. يعني مثلا ناس كتير تبعت تقول لي لا احنا بنخش انترفيوز وما بننجحش، فهنروح ناخد كورسات زيادة عشان نحسن من الاكسبرتيز بتاعتنا وفرصنا في الانترفيو. بس ده مش شرط يكون المشكلة الحقيقية. الايسبرج هيخلينا نكتشف ايه المشاكل اللي تحت مستخبية. زي مثلا ممكن يكون لا انت عندك الخبرة كلها لكن اسلوبك هو اللي سيء جدا، عشان كده بتفشل في الانترفيو. لو عايز تعرف ازاي تستخدم الايسبرج موديل وايه الاسئله اللي لازم تسالها وايه الادله اللي لما تشوفها تعرف انك بتحل المشكله الصح، join us for a free problem solving workshop online يوم 17 يونيو. اكتبوا لنا workshop في الكومنت عشان نبعت لكم باقي التفاصيل. Let's move on.